السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، يا رب تكونوا كلكم في أحسن حال. كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فانوس رمضان. معايا الشاسيه الحديد بتاع الفانوس ده، عملته عند الحداد. معايا قماش الخيامية، معايا قلم والقطر، ومعايا كمان الفرنشة بتاعت الخيامية، ومعايا مسدس الشمع. أول حاجة هنعملها ايه؟ هنجيب كرتونة، هناخد مقاس الفانوس كده، هناخد من الجنب ده الاول، هناخد نقط بس كده، نقطة من هنا، نقطة من هنا كده، قصادها برضو من الناحية التانية. هنعمله زي باترون كده عشان نقص عليه القماش. هنيجي الناحية التانية برضو يبقى لغاية كده. انا خدت كده العلامات. هجيب مسطرة، يعني المفروض من هنا لهنا انا هزود سنتي من كل ناحية علشان الخياطة او اللزق بالشمع. برضو الناحية التانية نفس الحكاية، سنتي من كل جنب. بس كده انا خدت المقاسات بتاعتي. بعد كده هفرغه بالقطر او بالمقص. انا هفرغه وارجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما قصيته اهو، فرغته بالقطر وقصيته، هنجيب القماش احدد كده بالقلم مع القماش. الطريقة دي اللي هي التحديد على الكرتون هتخليني مش ههدر من القماش، هيبقى القص اسهل. انا هعمل اربع نسخ، اربع قطع. زي ما انتوا شايفين كده، انا حددتها بالقلم، هقصها بالمقص واعمل كذا واحدة، هكملهم 4. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. همشي على الخط اللي محدداه بالقلم، هقص ال4 زي ما انتوا شايفين كده. انا قصيت 4 اهو.
هناخد بالحتتين كده، اول اتنين احنا هنركبهم مع بعض، هما الاربعة هناخدهم ازاي. ادي الوش، هاخد التاني برضو الوش عليه، وهسرجها. الخياطة احسن من المسدس، هيبقى جامد اكتر. انا هخيطها من الجنب ده كده، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده، لو عندك مكنة خيطي على المكنة، ما عندكيش خيطي على ايدك عادي، هيتخيط معاكي كده. انا هقفل الجنب ده كله، وبعد ما اقفله هوريهولكم، هنشوف هنعمل ايه تاني. هكمل عشان ما اطولش عليكم، هكمل وارجع لكم تاني. بس انا قفلت الاربع جوانب كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. عرفت انا كنت سايبه سنتي ليه؟ عشان الخياطه دي. بس هركبهم كده على الشاسيه. انا سبت اخر ناحيه، يعني الاولانيه والاخرانيه، عشان اشد كده كويس، وبرضه هخيطه. الخياطه اجمل جامده عن الشمع. الشمع كفايه هعمل بيه الفرنشه، الحاجات الصغيره دي. حاولي تشدي انتي عشان ما يبقاش مرخي، يبقى شكله جميل. انا هخيطه، هكمله تقفيل، وبعد كده ارجع لكم تاني. بس انا قفلته كده زي ما انتوا شايفين، ناقص من تحت. انا خيطته كله عشان يبقى جامد. من تحت انا هعمله، هلصقه بالشمع الحته دي بس. انا سخنت المسدس، شكله لسه ما سخنش كويس، دقايق طبعا على ما يسخن. دلوقتي بعد المسدس ما سخن، هبدأ ألزق كده. هثبته كويس، اهم حاجة تشد كويس عشان يبقى شكله حلو، ما يبقاش مش مظبوط. الشمعة خلصت. بس هنبدأ نزوقه بالفرنشة، ما تقلقيش خالص من الخياطة. الخياطة دي هتتدارى كلها في الفرنشة. نلزق كده بسرعة. المسدس سخن.
بس اجيب الجنب كده. هاخدها حته زي ما انتوا شايفين كده. الفانوس بتاعي خلص اهو، احلى من الجاهز وما تكلفش نص تكلفة الجاهز. ينفع تعلقيه في البلكونة، ينفع تعلقيه قدام باب الشقة. انا عملت له كمان سلك بدواية عشان ينور. ايه رأيكم؟ شايفين على كده بعد ما وصلت الكهرباء، بعد ما نورته. يا رب فكرة النهاردة تكون عجبتكم، وكل عام وانتم بخير. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.